السلام عليكم. ازيكم؟ البحارة وبشكل عام وعلى مستوى العالم مؤمنين بالحظ والنحس، وده لاسباب كتير، منها الرزق اللي ملهمش دخل فيه وبيطلعوا هم ونصيبهم، وكمان عشان خاطر الصدف اللي ممكن يقابلوها، وبيبداوا يربطوا الحظ ده سواء السيء او الجيد بحاجات كتير، سواء بقى اشخاص او علامات او حتى طقوس او كمان مراكب وسفن. فانا النهارده جاي اكلمك عن السفينة صاحبة الحظ الاسوأ في التاريخ، السفينة اللي لو احنا قسمنا الحظ السيء ل10 اجزاء فهي تمتلك 9 منهم، والجزء اللي فاضل بيلف العالم طول النهار ويرجع بالليل ينام في حضنها جنب اخواته. السفينة اللي سابت لنا حاجة انا بحبها جدا وهي لغز مش محلول لحد النهارده. هنتكلم النهارده عن سفينة الاشباح ماري سليس. رادارنا النهارده في كندا، وتحديدا يوم 8/5/1861 لما اتبنت ماري سليست لمجموعه تجار محليين، واتسجلت في السجلات البريطانيه باسم امازون كسفينه تجاريه. حموله السفينه كانت 198 طن تقريبا. نبدا على بركه الله اول رحله ليها، وكانت تحت قياده الكابتن روبرت ميكلان، وده كان ابن واحد من الملاك. المهم اتحركت الرحله على خير، ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم الكابتن جاله مرض رئوي ومات. عادي، بتحصل قضاء وقدر. المهم استلمها الكابتن جون باركر وهو اللي كمل الرحله، وباركر فضل القبطان للسفينه دي سنتين، وعملت حادثتين يعني كده خفاف، يا دوبك دخلوا في قوارب صيد وماتوا الناس فيها. عادي يا جماعه، بتحصل ما بتحصلش. بص، هو الصراحه عشان ما اكدبش عليك الناس بدات ساعتها تقلق من السفينه، وبداوا يحسوا انها يعني بعد الشر كده ممكن تكون نحس وشق. المهم الكابتن عمل نفسه مش واخد باله، واخد قرار مهم، قرر ياخد بيها اختبارها الحقيقي الاول ويبحر بيها في المحيط الاطلسي. والحقيقه المره دي امازون نجحت في الاختبار وما خبطتش في اي قوارب صيد، هي بس خبطت في سفينه تانية وغرقتها في القناه الانجليزيه عشان تاخد الختم الرسمي للنحس والشق. لا، اصل ده مش طبيعي يا جماعه، الحق حق. انا لما لقيتها نحس قلت انها نحس، الاول كان قضاء وقدر، دلوقتي انا بقول اهو هي نحس. المهم سعر السفينه في حركه غير متوقعه بالمره نزل، ومحدش كان عايز يشتريها خالص، وبداوا يربطوا اسمها بالنحس والشؤم والحوادث. المهم نسوها واتركنت لحد ما قل الاهتمام بيها، وبعد 5 سنين السفينه دخلت مرحله جديده لما اشتراها مجموعه مستثمرين امريكان، وجددوها ووسعوها وبقت بتشيل 282 طن، واطلقوا عليها الاسم الجديد وهو ماري سليس. ومن ضمن الشركاء دول كان كابتن بنيامين بريد، وده كان اشهر قبطان في وقته تقريبا، وكان معاه طاقم من افضل البحاره، وليهم صولات وجولات مع بعض بقالهم كذا سنه، وبيثق فيهم وبيثقوا فيه. المهم عم بنيامين دخل فتح صدره قوي كده وقال لك بس انا هبقى القبطان بتاعها، وقال انه هيستغلها في التجاره، وقال مفيش حاجه اسمها حظ سيء وانتوا بتأفوروا، قال يعني مش همه. ويوم 5/11 سنه 1872 طلع الكابتن مع الطاقم بتاعه رحله جديده بالسفينه، واللي كانوا 9، مراته وبنته صوفيا اللي عندها 2 سنين، و7 من امهر وافضل البحاره في وقتها. وكانت مهمتهم انهم ينقلوا 1701 برميل كحول خام لايطاليا. حلو حلو لحد هنا مفيش حاجه مش طبيعيه. تعالى لي بقى في اللي جاي عشان نقول اللي مش طبيعي. بعد شهر بالظبط، يعني يوم 5/12/1872 كانت في سفينه تانية جايه من امريكا راح اوروبا، والقبطان بتاعها كان كابتن ديفيد موريس، وده صديق قديم لكابتن بنيامين. ديفيد كان عارف ان صاحبه طلع قبل منه ب8 ايام رايح ايطاليا، فلو طلع قبل منه ب8 ايام هيلحقوا ازاي؟ من بعيد ديفيد ما كانش عارف ان هي دي ماري، فاستخدم المنظار بتاعه، فلاحظ حاجه مش طبيعيه في طريقه ابحار السفينه، فقرب منها عشان يشوفها لو محتاجه حاجه يعملها لهم. لما قرب ديفيد عرف ان دي السفينه بتاعت صاحبه. ديفيد بعت بحار من عنده عشان يسال بنيامين لو كان محتاج حاجه، خصوصا ان السفينه متاخره عن ميعادها، وان الشراع كمان ما كانش مفروض بشكل كويس. البحار راح للسفينه ورجع لديفيد وقال له ان المضخات ال3 واحده منهم شغاله و2 مش موجودين اصلا، والهدوم موجوده مكانها، والحموله موجوده ومفيش اي ضرر اتمس بيها، وكمان الاكل والشرب ما حصلهمش حاجه وموجودين في مكانهم، والسفينه ما فيهاش اي عيب يهددها بالغرق. وفي نهايه السفينه كان في حبل ممدود اوله عند السفينه واخره في المحيط، وان مفيش قارب نجاه، وكمان مفيش اي ورق للسفينه، والبوصله مكسوره والساعه واقفه، ومفيش على السفينه اي حاجه غير دفتر القبطان، واللي اخر ملحوظه كانت مكتوبه فيه كانت مكتوبه من 10 ايام. كابتن ديفيد ما صدقش طبعا، وبعت جزء من الطاقم بتاعه عشان خاطر يتحقق من الكلام ده. الطاقم فتش كويس قوي ولقوا الذهب والمقتنيات الغاليه موجوده مكانها، ما تمسكش باي ضرر. الموضوع ما كانش متصدق، ليه كابتن بنيامين المخضرم يسيب السفينه بتاعته بالمنظر ده؟ وفين هو وفين الطاقم بتاعه كله؟ كابتن ديفيد قسم الطاقم بتاعه نصين، نص فضل معاه والنص التاني راح لماري عشان يبحر بيها لحد
لحد مضيق جبل طارق. ووزاره اعالي البحار البريطانيه بدات البحث عليهم في كل مكان بس ما لقوش حاجه. وطبعا امريكا سالت عليهم في كل سفارات العالم ومحدش رد عليهم، وان الطاقم اختفى حرفيا بالكامل. طبعا ودي كانت فرصه كويسه قوي ان القصص والاشاعات تشتغل من تاني، والناس افتكرت القصص بتاعتها القديمه وحوادثها والنحس اللي كان مربوط بيها. لا، والموضوع كمان بدا يوسع وينتشر بزياده لما في سنه 1884 قرر ارثر كونان، وده مؤلف شخصيه شيرلوك هولمز، انه يذكرها في كتابه. وكمان حب يضيف شويه من الخيال بتاعه، وبدا يقول ان البحار الاولاني خالص لما طلع على السفينه ما لقاش حد عليها، بس لقى ان الاكل مرصوص على السفره والاكل سخن وكمان الشاي كان سخن. الكلام ده طبعا مش صحيح، والبحاره كلهم كذبوه. وكمان قالوا ان اللي كان فيه لا اكل ولا شرب، وكمان المطبخ كان مكركب بسبب طريقه الابحار العشوائيه للسفينه. وطبعا كان عندنا كذا تفسير كالعاده. الاول طبعا والمتوقع انهم يقولوا القراصنه، بس قراصنه ايه دول اللي هيسيبوا الذهب وهيسيبوا المقتنيات الغاليه كلها وكمان هيسيبوا براميل الكحول من غير ما ياخدوا برميل واحد، وكمان مفيش اصلا عنف على السفينه، فكده هم جايين يعملوا ايه؟ والتاني كان ان كابتن ديفيد هو اللي لعب اللعبه دي عشان ياخد جايزه الانقاذ، واللي كانت بتبقى جزء من الحموله. يعني بمعنى ان هو قتل بنيامين ومراته وبنته والطاقم بتاعه، وبعد كده قال انه لقى السفينه ورجع بيها وانقذ. بس برضه ببساطه لا، لان ما كانش فيه عنف على السفينه، وكمان ماري كانت متحركه قبل منه ب8 ايام، فكان هيلحقها ازاي اصلا؟ والاحتمال الثالث كان بيقول ان واحد من الشركاء هو اللي عمل اللعبه دي عشان ياخد مبلغ التامين. بس تامين على ايه؟ الحموله زي ما هي والسفينه ما اتضررتش وكله رجع سليم، يبقى هياخد التامين على ايه؟ التفسير الرابع والاخير كان بيقول ان كابتن بنيامين هو اللي عمل كده. يعني قال ان كابتن بنيامين كان بينقل كحول، والكحول زي ما احنا عارفين ان هو سريع الاشتعال، صح. فلما حس ان في تسريب للكحول نط هو والتسعه اللي معاه في قارب النجاه، وعشان هو مش غبي ربط الحبل بتاع السفينه في القارب بتاعه على اساس لو ما حصلش حريق او غرق يقدر يرجع للسفينه تاني. بس بعد فتره الحبل فلت والقارب بتاعه غرق والسمك اكل الجثث بتاعتها. النظريه دي من بعيد كده مقبوله، بس لو قربنا شويه عليها هنلاقي فيها كذا مشكله. اولا مفيش قبطان بيسيب السفينه بتاعته كده، والاولى انه يرمي الحموله مش ان هو اللي ينزل منها. الثانيه ان حتى لو هم نزلوا على القارب عشان ينجوا بنفسهم، فلو السفينه غرقت بالفعل فكده كده هم هيغرقوا، مش عشان الحبل هيسحبهم معاها، لا عشان خاطر الدوامه اللي هتعملها السفينه هتسحبهم جواها. الموضوع معروف ومفيش قبطان متمرس زي بنيامين هيغلط الغلطه دي. والاهم شهاده البحاره اللي قالوا مفيش اي ريحه في المخزن بتاع الكحول على السفينه. وسنه 1913 في مجله في انجلترا طلبت من القراء بتاعها في عدد من الاعداد بتوعها ان هم يبداوا يخمنوا ايه اللي حصل للسفينه، وان المجله هتنشر اجمل قصه من القصص دي في الجريده. ومن ضمن الرسائل في رساله وصلت من واحد اسمه هاورد قال في الرساله دي ان الخادم بتاعه اداله وهو بيموت مذكرات ليه، وقال انه كان كاتب في المذكرات دي رحله ماري الاخيره واللي حصل فيها. والخادم كان بيقول فيها انه صديق شخصي لبنيامين، وانه سمح له يسافر معاه في الرحله الاخيره. والرحله كانت جميله، وحتى الكابتن خلى البحاره يعملوا زي بلكونه كده على السفينه لمراته وبنته عشان يستمتعوا بمنظر الميه. وبيقول ان كابتن بنيامين كان بيتنافس مع واحد من البحاره عن مين فيهم بيعوم اسرع، فقرروا ينزلوا الميه ويتحدوا بعض. وكانت مرات بنيامين وبنته بيتفرجوا عليهم من البلكونه وهم بيتسابقوا، طلع عليهم سمك قرش وقتل واحد منهم، وفي سمكه تانية طلعت وقتلت التاني. وبيقول ان صرخه الراجل وهو بيتاكل خلت البحاره كلهم يجروا على البلكونه عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل، وهوب راحت البلكونه واقعه مكسوره بيهم. وبدا سمك القرش ينتشلهم واحد ورا التاني ويقتل فيهم، الا هو كان متعلق في الخشب المكسور بتاع البلكونه ونفد منه. القصه دي مليانه اخطاء كتير. يعني الاول ان الاسماء اللي في قصته مختلفه عن القصه الحقيقيه بخلاف بنيامين ومراته وبنته طبعا. وكمان قال ان حموله السفينه 600 طن وهي 282 طن بس. غير كده كمان قصته ما فسرتش قارب النجاه المفقود، وكمان ما فيش اي اثر للبلكونه المكسوره. المهم بعد الحادثه دي الناس اقتنعت ان ماري ملعونه فعلا. بس اللي زود اقتناع الناس بالموضوع ده انه وهي راجعه في نفس الرحله من ايطاليا لامريكا تاني دخلت في عاصفه وطلعت بواحد جديد ميت، وده كان ابن صاحب النصيب الاكبر في السفينه. فشكرا على كده، محدش حابب يركبها، لا بحار ولا قبطان ولا حد عايز يبعت البضاعه بتاعته عليها. حتى اصحاب السفينه كانوا عايزين يتخلصوا منها باي شكل من الاشكال، وفضلوا عارضينها فتره كبيره عشان خاطر يبيعها، لحد ما اخيرا سعيد حظ اشتراها باقل من نص ثمنها. والسفينه ما كانتش بتعمر خالص، يعني خليني اقول لك ان هي في 13 سنه اتباعت 17 مره، محدش طايقها. والقبطان الاخير قرر يعمل حركه ذكيه جدا، هو كان اشتراها باقل من ربع ثمنها في حين ان مبلغ التامين عليها كبير، فقرر يغرقها ويقول ايه ده، لا حول ولا قوه الا بالله دي غرقت، وياخد مبلغ
التأمين. بعتها البحر الكاريبي وزود الحمولة عليها عشان تغرق، ما غرقت. راح مزود الحمولة تاني، ما غرقت. راح مزودها تالت، فما غرقت. ده انت غتت. راح مولع في ماري وهي بتولع برضه ما غرقت. المهم راح لشركة التأمين يقول لهم بس دي ولعت، انا عايز التأمين بتاعي. شركة التأمين كانت عرفت اللعبة كلها واخدوه حبسوه، وبغض النظر انه مات في ظروف غامضة قبل المحاكمة بتاعته، بس احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا وان الموضوع ملوش علاقة بماري خالص. وماري كان مصيرها النهائي كان ان هي تفضل في المينا كده، محدش راضي لا يشتريها ولا يبحر بيها، لحد ما اتفصصت مكانها وغرقت وهي واقفة الحمد لله، وريحتنا وارتاحت. طيب مصير كابتن بنيامين والتسعة اللي معاه ايه؟ محدش يعرف لحد النهارده. وماري فضلت لغز لحد النهارده، محدش قادر يحله ولا حد يعرف ايه اللي حصل. وكالعادة ما تنساش تقول لنا رأيك. سلام.